أنا متجوزة بقالي 3 سنين، بس من حوالي سنة جوزي مفيش في بقه غير كلمة واحدة: الطلاق. أي مشكلة صغيرة، أي نقاش حتى لو عادي جدا يخلص بجملة: إحنا كده كده هنطلق، خلينا نوفر على نفسنا. في الأول كنت فاكرة بيقولها وقت عصبية، بس مع الوقت فهمت إنه بيتكلم بجد. حاولت أتمسك ببيتي، أعدل من نفسي، أقول يمكن أنا السبب، بس هو كان من جواه خلاص قافل. أنا ما عنديش أطفال، حاولت كتير أخلف بس ربنا ما كتبش، وده كان دايما حاسسني إني ناقصة في عينه. وهو أصلا كان متجوز قبلي واتطلق، يعني الموضوع بالنسبة له مش جديد. في يوم الموضوع زاد عن حده، قال لي: كعدته، إحنا كده كده هنتطلق، الموضوع واضح. ساعتها حسيت بحاجة جوايا اتكسرت. قلت له: خلاص لو عايز تطلق ماشي، بكرة نروح المحكمة. تاني يوم فعلا رحنا، وأنا داخلة المحكمة رجلي كانت بتترعش، قلبي بيدق بسرعة ودموعي نازلة من غير ما أحس. بصيت له، كنت مستنية أشوف أي إحساس، أي تردد، أي حزن، بس ما كانش فيه حاجة. كان واقف عادي جدا بيسأل الموظفين وواقف في الطابور علشان يقدم الورق كأنه بيخلص مصلحة عادية. أنا في اللحظة دي انهارت، ما سكتش نفسي وعيطت، مش بس علشانه، علشان أنا عارفة إني لو اتطلقت ما عنديش مكان أروح له. أهلي من دلوقتي بيقولوا لي: لو رجعتي مش هتعرفي تعيشي معانا. وهو رغم كل الكلام مش راضي يطلق بنفسه، بيقول لي: لو عايزة تمشي امشي بإرادتك. أنا عايز طلاق بالتراضي، يعني عايزني أنا اللي آخد القرار وأنا اللي أهد بيتي بإيدي. رجعنا من المحكمة، ولا حصل طلاق ولا حصل حل، بس أنا رجعت مكسورة أكتر من الأول. نفسيتي بقت صفر، لا أنا قادرة أكمل ولا قادرة أمشي. بقيت كل يوم أسأل نفسي: أستحمل وأعيش كده ولا أمشي حتى لو ما عنديش مكان؟ بجد تعبت. لو انتوا مكاني كنتوا هتعملوا إيه؟